تواجه بطولة كأس إفريقيا للمحليين تشان احتمالية التأجيل بسبب أزمات تنظيمية تتعلق بجهوزية بعض الدول المستضيفة لتوفير المتطلبات اللوجستية والفنية اللازمة لإقامة الحدث. أسباب التأجيل المحتمل: تشير التقارير إلى أن عدة دول مشاركة قد أبدت تحفظاتها بشأن البنية التحتية ومستوى التجهيزات التي لم تكتمل بعد في البلد المستضيف، وتشمل هذه القضايا الملاعب، المرافق التدريبية، والإقامة، مما يشكل تحدياً أمام تنظيم البطولة بالمستوى المطلوب. إضافة إلى ذلك، تعزى بعض المشاكل إلى الأزمات الاقتصادية التي تواجهها بعض الدول، حيث أثرت على القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية والتنظيمية. تأثير القرار على الفرق واللاعبين: من المتوقع أن يؤثر التأجيل المحتمل على خطط التحضير للمنتخبات المشاركة، والتي كانت قد بدأت برامجها التدريبية والتجريبية استعداداً للبطولة. بالنسبة للاعبين المحليين الذين يرون في هذه البطولة فرصة لإبراز مهاراتهم على الساحة القارية، فإن التأجيل قد يكون محبطاً. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF أنه يراقب الوضع عن كثب، وأنه سيصدر بياناً رسمياً في الأيام القادمة يوضح فيه موقفه من هذه الأزمة. وأشار الاتحاد إلى التزامه بضمان تنظيم البطولة في ظروف مثالية تحقق تطلعات الجماهير الإفريقية. تداعيات التأجيل: في حال اتخاذ قرار التأجيل قد يؤثر ذلك على جدول المسابقات القارية الأخرى، ويزيد الضغط على الدول المستضيفة التي قد تحتاج إلى تخصيص موارد إضافية لإعادة تنظيم البطولة في وقت لاحق. يبقى عشاق كرة القدم الإفريقية في حالة ترقب لما ستسفر عنه الأيام القادمة، وسط آمال بأن تحل الأزمات ويحافظ على استمرارية الحدث الذي يمثل احتفالاً برياضة كرة القدم المحلية في القارة السمراء.